الحكام راهم يسهلوا الامور كثير للمنتخب المغربي. مؤامرة دبرت بليل، أمر دبر بليل من أجل إيقاع المنتخب الجزائري في مواجهة واحد من المنتخبات الكبيرة في إفريقيا، بينما المغرب المتأهل إلى الدور ثم نهائي سيواجه منتخب تنزانيا. منتخب تنزانيا. منتخب تنزانيا تأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس إفريقيا في هذه الدورة، رغم أنه لم يحقق أي فوز في تاريخ مشاركته في كأس إفريقيا. منتخب تنزانيا سجله التاريخي عنده 12 مباراة في كل مشاركته في كأس إفريقيا، 0 انتصار، 5 تعادلات و7 هزائم، وموجود في الدور الثاني. حتى عدد النقط تاعو اثنين نقطتين. نعم، نقطتين. يعني شوف يعني كيفاش مهمة سهلة للمغرب. هي من البداية كانت سهلة للمغرب من البداية. نعم، تشوف عدد الأخطاء تاع الحكام لازم تكلموش على الحكام. نعم، الحكام راهم يسهلوا الأمور كثير للمنتخب المغربي. حتى المقابلة اللي من بعد تنزانيا كانت نقول سهلة، ولكن في أرضية الملعب حتى حاجة ما تكون سهلة، ولكن المقابلة ضد تنزانيا راح تكون يعني شيء عادي بالنسبة لهم، راح تكون مشكلة. مباريات دوري المجموعات هي ليست فقط توزيع منتخبات، نعم، بل تصور أولي صحيح. نعم. فلهذا أظن أن المنتخب الجزائري طريقه أخ محمد سوف لن يكون ممهدا، هذا نعم. أمر مفروغ منه، ولكن نمتلك التركيبة اللازمة والطاقم الفني، بل كل الأطقم وحتى الجماهير الجزائرية التي تساند بطريقة إيجابية إلى أبعد الحدود. ونحن مهمتنا هنا كإعلاميين إلقاء الإيجابية، الملاحظة والاستنتاج. نعم. مالي خرجت تأهلت ب3 نقاط مالية. نعم، صاحب مركز ثاني في التعادلات جعلتها تتأهل كصاحب مركز ثاني، 3 نقاط فقط. ما فهمش أنا منتخب لم يفوز بأي مباراة. منتخب زامبيا أمس كان منتخب أكثر من عادي جدا. منتخب زامبيا فهمش وجود زامبيا في هذه الكأس الإفريقية وغياب منتخبات مثل الرأس الأخضر وغانا. الرأس الأخضر وغانا راحوا لكأس العالم، ما تأهلوش كأس إفريقيا. غرائب وعجائب قارة إفريقيا. نحن نتحدث مع من سنلعب، ولكن ألا ترى بأن هناك قتال وصدام كبير وهرولة من أجل جمع النقاط وتفادي مواجهة الجزائر، سواء بين من الكونغو الديمقراطية ومن السنغال. يعني المنتخبان خائفان من الجزائر أيضا. هناك من يقول بأن هناك مؤامرة دبرت بليل، أمر دبر بليل من أجل إيقاع المنتخب الجزائري في مواجهة واحد من المنتخبات الكبيرة في إفريقيا، بينما رؤوس المجموعات الأربعة الأولى لن تضطر لمواجهة أصحاب المراكز الثانية، وإنما ستلعب أمام الثوالث. أنا أفضل أن لا أتحدث في هذه القضية وأن لا أدخل في غياهب هذه الحكاية، حكاية المؤامرات. الآن نحن في كأس إفريقيا، نحن في الدور الثاني على رأس المجموعة. لا أريد أن نتحدث أنا في هذه النقطة. نعم، تتحدث محمد، أنا لا أتحدث عن إذا كنت لا تريد الإجابة على السؤال أريد أن أتحدث. نعطيك الإجابة تاعي وبعدها يتحدث في من آراء. أنا محمد أعلم جيدا وأدرك أننا إن أردنا أن نفوز بكأس إفريقيا فعلينا أن نكون مستعدين لأي منتخب في هذه القارة. بعد ذلك كانت مؤامرة لم تكن مؤامرة، المنتخب الذي يأتي مرحبا به. لكن أمن مستعدون لمواجهة كل المنتخبات. أوكي أنا معك، لكن بداية من دور ربع النهائي. علاش أنا تحطني الآن في مواجهة الكونغو الديمقراطية أو مواجهة السنغال بداية من ثم النهائي وترهقني، وفي حين رؤوس المجموعات الأربعة الأولى سيتمتعون بأفضلية مواجهة الثوالث ليسوا أقوياء بكل صراحة. محمد القرعة حطتنا في المجموعة ياك كنا قادرين نخرجوا في المجموعة با، كنا قادرين نخرجوا في المجموعة سين، ولكن خرجنا في المجموعة تاع ولهذا نقول أنا بالنسبة لي ما كانش مؤامرة، كان قرعة طيحتنا هكذا وهذا ما كان. ميدو ما رأيك؟ أنا جو فوا توجور لو لوش صراحة، خاصة بعد ما حدث نظرية المؤامرة. لا ماشي نظرية المؤامرة، أنا لعبت كيما تونس كي سي باسي أوجوردي في الماتش تاع لا تنزاني مع تونس، وكأن كل شيء فعل لتنتهي المباراة بتعادل هدف مقابل هدف بين تونس
وتنزانيا من اجل حسابات كثيره، لانه فوز المنتخب التونسي كان راح يأهلوا في المركز الثاني ويحطوا في مواجهه مالي ويقصي تنزانيا ويولي ثالث المجموعه تاع السنغال، هو اللي يواجه، هو اللي يروح صاحب مركز ثالث يعني بصفه رسميه. نعم. يواجه احد المنتخبات، وكاين فوز منتخب وهزيمه منتخب تونس كانت ستضعها في المركز الثالث وتأهل تنزانيا ثاني، كنا نشوفوا الدربي في الدور الثمانيني. لكن نعم. مثل ما قال امين بعض الاعلاميين الجزائريين تحدثوا في هذه القضيه. نعم. ميدو اعطينا اراء بعض الاعلاميين، منهم من يتحدث عن نظريه المؤامره او يلمح اليها، ومنهم من يقول بانه مجرد قانون ولا توجد هناك اي مؤامره. عادل من فضلك إذا كانت الصور جاهزة نشاهدها. شوف محمد الآن نتكلم معك وأنا نقرأ في منشور حطه الزميل عمر بودي. راح يكون عندنا زي نعم بارك الله فيك. خلاص إذا كان مثل ما المنشورات جاهزة أعطينا إياها من فضلك. نعم نريد أن نقرأ هذه المنشورات. نبدأ بمنشور حفيظ دراجي الإعلامي الجزائري المعروف، وكذلك منشور للزميل عمر بودي الذي كان يحضر معنا في العديد من المرات هنا في قناة الهداف. أمين تحدثت عن الموضوع؟ شوف، أريد أن أتحدث من الجهة التقنية. ما اقترحه الناخب الوطني هو يريد أن يعطي هوية لعب في هذه الدورة لمنتخبنا الوطني، لأنه على المدى المتوسط الأخ محمد. نعم. فلهذا أمني النفس بأن نذهب إلى أبعد نقطة ممكنة. هذا ما لديك أمين. نعم، لأنه لما تشوف أول دورة مغلقة، المدرب يكون مع لاعبيه ويشتغل مع لاعبيه يوميا. نعم. وانت تلقى روحك في الويتام دو فينال في ثمن النهائي السنغال أو الكونغو، ومع أنه نحن نريد أن تكون عندنا سرعتنا القصوى. ربما في مباراة غينيا راح يدور لاعبين، وفي مباراة الثمن النهائي تقدر تقول بأنه الوقت كافي لكي نرى الوجه الحقيقي لمنتخبنا الوطني. نعم، إذا ننتظر المنشور الخاص بزميل حفيظ دراجي والزميل عمر بودي إن كان جاهزا. عادل، بزميل حفيظ دراجي ماذا قال عن إمكانية وقوع الجزائر مع الكونغو الديمقراطية أو السنغال؟ إذن قال مجرد ملاحظة: رواد المجموعات الأربعة الأولى في كأس إفريقيا بالمغرب سيواجهون أصحاب المركز الثالث في ثمن نهائي إلا الجزائر وحامل لقب كوت ديفوار عن المجموعتين الخامسة والسادسة، حيث سيواجهين صاحبي المركز الثاني. لو جئنا في المركز الثاني كنا سنلعب أمام كوت ديفوار أو الكاميرون، وبما أننا نلنا المركز الأول فسنواجه إما السنغال أو جمهورية الكونغو الديمقراطية. فمرحبا بمن تم اختياره